ايه يا جماعه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك؟ ايه قصه رمضان صبحي؟ ورمضان صبحي هيكون متواجد مع نادي الزمالك في السوبر الافريقي قدام النادي الاهلي. كمان ارون بونديزا خلاص زملكاوي، وراموس في الطريق هديه ممدوح عباس. كل حاجه هنعرفها مع بعض بالتفصيل في الحلقه دي. ولكن لو كنت زملكاوي عاشق للزمالك وفرحان بنادي الزمالك، فضلا وليس امرا اعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم. ونبدا حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين. تعالوا كده نبدا الاول من عند ارون بونديزا. ارون بونديزا خلاص اللي كانت حواليه اقاويل كتيره وكلام كتير ان الراجل مش جاي نادي الزمالك، والراجل خلاص الصفقه فشلت، والصفقه مش عارف ايه، والصفقه راحت والصفقه جت. خلينا اقول لحضراتكم ان مليون مبروك طبعا، ارون بونديزا خلاص لعيبه داخل نادي الزمالك، والراجل هيكون متواجد في نادي الزمالك بمشيئه الرحمن يوم السبت، وتم الاتفاق على كل شيء يعني، والقصه خلاص انتهت. يبقى كده الصفقه الثالثه لنادي الزمالك، محمود بنتايك، بعد منه عمر فرج، بعد منه ارون بونديزا. هل في صفقات تانية؟ ايوه في صفقات تانية. تعالى كده ادخل معاك الاول على موضوع رمضان صبحي. وخليني اقول لك ان حسن غنيمه اللي هو مراسل شبكات قنوات اون تايم سبورت بيقول وارد جدا ان رمضان صبحي يكون متواجد مع نادي الزمالك في السوبر الافريقي قدام النادي الاهلي. احنا فكرنا ان ممكن تكون كلمه يعني تريقه، كلمه مثلا استخفاف مثلا، مش عارف ايه، بسبب الاخبار اللي طلعت كمان ان راموس بيقرب من نادي الزمالك. وهحكي لكم حكايه راموس دلوقتي وهديه ممدوح عباس يعني. طب انا لما سالت الناس اللي انا بثق فيهم يعني في نادي الزمالك، الناس قالوا بصراحه احنا متحفظين على الموضوع، ولكن خليني اقول لك ان كل شيء وارد. طب يا رجاله، الراجل جاي ولا مش جاي؟ هل في مفاوضات ولا مفيش مفاوضات؟ قالوا لي يا عم محمد كل شيء وارد، افهمها بقى انت زي ما تفهمها. وانا برضو دلوقتي بقول لحضراتكم كل شيء وارد، كل شيء وارد. طيب في لاعب كمان تاني الزمالك بيتفاوض معاه، وهو اللاعب مودو بارو، الجنبي مودو بارو، اللاعب اللي كان بيلعب لنادي اهلي جدة. اللاعب ده فري بالمناسبة يعني. هل في مفاوضات معاه؟ في مفاوضات مع مودو بارو. واحد هيقول لي ما انت دلوقتي يا باشا كده عندك ارون بونديزا، عندك محمود بنتايك، عندك سيف الدين الجزيري، عندك حمزة المسلوسي، عندك سامسون اكينولا. هل كده انت هينفع تجيب لاعب سادس؟ هقول لك ما هو سامسون ماشي. نعم ايوه سامسون ماشي. خلاص تم الاتفاق ما بين مجلس اداره نادي الزمالك مع سامسون ان الراجل هياخد 50% من قيمه العقد بتاعه الجديد، الموسم الجديد يعني، وهيتم فسخ العقد بالتراضي بينه وبين نادي الزمالك. طيب ومين اللي هيجي، مودو بارو ولا رمضان صبحي؟ خليني اقول لك كل شيء برضو وارد. انا والله العظيم ما خدت عقد نافع من الناس، هم قالوا كل شيء وارد. بمعنى ان الكلام ده لو ملوش اساس من الصحه كانوا قالوا لا مش هيجي، او الكلام ده ملوش 3000 لازمه ان هو يتقال اصلا. فبصراحه يعني لو ممدوح عباس، وبالمناسبه اللي في الصفقه ديت الاستاذ ممدوح عباس، لو الراجل ده جاب رمضان صبحي بجد يا جماعه، لا انا مش عارف انا بجد يعني. نعم هو يعني ما حدش فينا هيقدر ينسى موضوع العشرية السوداء والازمات اللي حصلت للزمالك والكلام ده كله، ولكن انه يساعد نادي الزمالك بالشكل ده اكيد طبعا لازم نشكره، فمن لا يشكر الناس لا يشكر ربه يعني. طيب تعال ادخل معاكم على موضوع راموس. في موقع كتب وقال ان راموس حاليا فري، وان نادي الزمالك دخل في خط مفاوضات مع راموس. طب لو سالتني انا كنادي كمحمد عبده راجل مشجع لنادي الزمالك، انت ايه رايك في القصه دي؟ اقول لك يا سلام راموس، انتوا بتهزروا يا جماعه. طب يا ريت يجي راموس، يا ريت راموس يجي نادي الزمالك.
الحقيقه اللي انا عاوز اقولها لكم ان الكلام ده ليس له اساس من الصحه، ولكن الناس اللي طبعا بدات تربط، او بعض الناس بداوا يربطوا التويته بتاعت الاستاذ ممدوح عباس لما طلع وقال انا يعني بما يخصني او الحاجه اللي تخصني انا اتنازل عنها، اما نادي الزمالك لا ومش لا، وهتشوفوا زمالك جديد، وهتشوفوا الزمالك هيبقى عامل ازاي، وهتشوفوا الزمالك وهتشوفوا الزمالك. وخصوصا بعد بقى ما طلع اخواتنا اللي مش ما ينفعش اقول عليهم اعلاميين يعني، طلعوا قعدوا يقولوا الزمالك جاب فلوسه منين، هو الزمالك لقى كنز، الدوله بتساعد الزمالك، الدوله مش عارف ايه، وصفقات ومش صفقات عمر فرج اللي كان الاهلي هيجيبوا الزمالك جابه، ارون بونديزا عامل رعب لبعض الناس، الزمالك جابه مش عارف ايه، دلوقتي بقى رمضان صبحي، ودلوقتي مش عارف راموس، ومش عارف دلوقتي الزمالك بيتكلم في مودوبارو والحكايه والروايه. فالناس بدأت تربط الكلام ده ان بالفعل ممدوح عباس ممكن يجيب راموس. ولكن القصه يا جماعه ملهاش اساس من الصحه للاسف. بعض الناس الزملكاويه داخلين بيكلموني يعني على الواتس وبيسالوني بالحق يا كابتن الزمالك هيجيب راموس؟ الحق الزمالك جاي راموس جاي الزمالك راموس جاي فري، يعني هو حاليا دلوقتي فري مش على قوه نادي، الزمالك من حقه هيجيبه والحكايه والروايه. انا قعدت اضحك بالمناسبه وانا في اللايف بتاعي امبارح، واحد بيقول لي هو الزمالك هيجيب راموس؟ انا فكرته بالتريقه فقلت له هيجيب راموس وهيجيب ميسي، ما كنتش لسه يعني سمعت الخبر، فقلت له الزمالك هيجيب راموس وهيجيب ميسي وكريستيانو في الطريق، وقعدت اضحك. لقيت الموضوع بجد، ولقيت بعض الزملكاويه داخلين بيسالوني هل بالفعل راموس جاي الزمالك؟ انا اتمنى، بس الموضوع ده يا جماعه ليس له اساس من الصحه. الموضوع ده اشاعه، يعني اشاعه ومتداوله، وللاسف في ناس يعني مصدقين الموضوع ده. حكايه الملايين والفلوس اللي نازله على الزمالك والدولارات اللي نازله على الزمالك، خليني اقول لكم حاجه، والناس اللي قاعده تقول الدوله بتساعد الزمالك والوزير بيدي للزمالك والحكايه والروايه، خليني اقول لك ان عمر فرج ده راجل جاي مش واخد غير الراتب بتاعه بس، يعني جاي من غير فلوس. الزمالك مش مديله غير الراتب بتاعه بس. واخونا ارون بونديزا واخد مقدم تعاقد 250 الف دولار وجاي انتقال حر، يعني مش مغرم الزمالك حاجه، كل اللي خده 250 الف دولار مقدم التعاقد بتاعه. فيا جماعه محمود بن تايك نفس النظام، جاي برضو الراجل مجانا، مفيش غير مقدم التعاقد بتاعه اللي خده والراتب بتاعه اللي هياخده مع نادي الزمالك. ولو عجب نادي الزمالك والزمالك فعل بند الشراء بتاعه بنهايه الموسم هنشتريه ب 600 الف دولار. يعني احنا ما رحناش دفعنا ملايين الدولارات يا جماعه في لعيب. الاسماء كبيره، اسماء تقيله، لعيبه مؤثره، لعيبه هتصنع الفارق مع نادي الزمالك، بس الزمالك ما دفعش فيها الارقام الكبيره. يعني مش لازم عشان اجيب لاعب ادفع فيه 2 مليون دولار و3 مليون دولار، لا، في انديه معاها فلوس تقدر تعمل الكلام ده. نادي الزمالك على قد الحال يا جماعه، يعني نادي الزمالك على قده، دي الحقيقه عشان نبقوا متفقين مع بعض. فما فيش لاعب هيجي نادي الزمالك الا بارقام قليل، عشان بس تبقوا فاهمين القصه. ففي صفقات تانية بمشيئه الرحمن في نادي الزمالك، صفقات محليه، ايوه في صفقات محليه الزمالك بيخلص فيها خلاص، ولكن زي ما احنا معود حضراتكم يعني مش هتكلم الا لما تكون الصفقه خلاص اصبحت قريبه من نادي الزمالك او رسميه داخل نادي الزمالك. حكايه الخناقه اللي حصلت في مجلس الاداره والكلام ده كله، ولا في خناقه ولا في اي حاجه، ولكن كان في مشاده كلاميه ما بين الاستاذ محمد طارق وبعض يعني اعضاء مجلس الاداره بسبب الغرامات اللي هتقع على الاشتراكات، اللي مش هيدفع الاشتراك بتاعه يعني العضوات في ميعادها، فهتبقى عليه غرامه 5000 جنيه والقصه ديت. فحصل بعض الكلام او الصوت بدا يعلى، مشاده في الكلام، مش مشاده شتيمه ولا خناقه، والكلام ده بيحصل في الاهلي وبيحصل في اي مكان، وارد ان يحصل. هل انا ببرر ان الكلام ده صح؟ لا مش صح طبعا، غلط، الكلام ده غلط. وكمان غلط من مجلس الاداره ان ما يطلعش يعمل بيان ويوضح الكلام ده ويقول للناس يا جماعه الكلام ده ملوش اساس من الصحه، انتوا كده بتثبتوا على نفسكم يا جماعه اللي بالفعل كان في خناقات وفي ضرب وفي لانكم ساكتين. وده يعني من ضمن السلبيات بتاعه مجلس اداره نادي الزمالك. اطلع يا باشا رد، اطلع اعمل بيان وانفي الكلام ده.
مش عارف اشمعنى احنا نادي الزمالك اللي دايما غسيله منشور على الاحبال للناس كلها. عموما بتمنى تشاركونا برايكم في التعليقات، وبتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم، وان شاء الله مع اي اخبار جديده هنكون يعني مع حضراتكم، وانتظرونا في لايف اليوم بمشيئه الرحمن الساعه 12 صباحا. بتمنى طبعا تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديدنا، واي فيديو احنا بنعمله يعني يجي لكم اشعار بيه، وتتابعونا اول باول. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.